سكري، بدي أسألك، صحيح إنه نسبة المصابين فيك بسوريا صارت ما يقارب 1,200,000 شخص بالسنوات الأخيرة؟ إيه صحيح، وهذا نتيجة التعب المستمر والتوتر المزمن. تعب؟ قصدك تعب الحرب، الضغط اللي عشنا فيه لسنين؟ إيه تماماً. لما قال السكري إنه سبب هالزيادة تعب مستمر، هو كان عم يشير لفكرة أساسية ومهمة، إنه الأمراض المزمنة ما بتجي بسبب عامل واحد. وخلال سنوات الحرب بسوريا الإنسان عاش بحالة من التوتر المستمر، قلق، مسؤوليات مضاعفة، انعدام أمان، وهذا الشيء سموه توتر النفسي المزمن. لما الجسم بيضل بحالة استنفار لفترة كتير طويلة بتغير طريقة تعامله مع نسبة السكر والطاقة. لهيك ازدياد حالات السكري بسوريا ما هي إلا انعكاس مباشر لسنين من الضغط المتراكم. واللافت إنه النساء بيتأثروا فيه أكثر، خاصة إنه جسم المرأة هو أكثر حساسية للتغيرات الهرمونية والضغط النفسي اللي بيأثر عليها بشكل أكبر. واجتماعياً المرأة السورية خلال فترة الحرب تحملت عبء نفسي مضاعف، قلق مستمر، فقدان معيل، انعدام الخصوصية بالخيام، وهالشيء خلاهم يتأثروا أكثر نتيجة تلاقي الضغط النفسي مع العوامل البيولوجية. ومن هون بتعرف بأنه العلاج ما دواء فقط، وإنما العلاج الأشمل هو إنه الصحة النفسية هي جزء أساسي من الصحة الجسدية، دعم نفسي، توعية مجتمعية، وعلاج طويل الأمد. السكري ما بس رقم بتحليل، وإنما هو رابط بين النفس والجسد، ولما نفهم هذا الرابط منصير أقرب للوقاية ما بس للعلاج.